تعمدت كشف أجزاء من جسدي لحارس الزنزانة، لكن رده كان صادماً. استخدمت جسدها كسلاح، لكن ما حدث معها في غزة أثناء الأسر قلب كل الموازين. أكون مجرد جندية، كنت ملكة جمال سابقة في أيام الجامعة. كان يقال لي دائما إن مستقبلي سيكون مشرقا، لكنني لم أكن أعلم أن هذا الوجه الجميل كان مجرد ورقة لعب في أيديهم. عندما التحقت بالجيش لم يرسلوني إلى أي وحدة عادية، بل وضعوني في وحدة خاصة تضم أجمل الفتيات، كأن الجمال كان هو المعيار الأول لاختيارنا. لم نفهم السبب في البداية، لكن شيئا فشيئا بدأت الحقيقة تتكشف. بعض الفتيات اختفين فجأة، قيل لنا إنهن تم اختيارهن لمهام سرية، لكننا لم نعرف أبدا ماذا حدث لهن. عندما اندلعت الأحداث في الشرق الأوسط لم أكن في ساحة المعركة، ولم أكن في منطقة حدودية خطرة. كنت في قاعدة آمنة، لكن فجأة تم استدعائي. كنت واحدة من بين قلة قليلة وقع عليهم الاختيار. لم يخبروني في البداية لماذا أنا تحديدا، لكنني شعرت أن هناك أمرا غريبا. لم يكن تكليفا عسكريا عاديا، لم يكن تدريبا، بل كان شيئا آخر، شيئا لم أكن أملك الخيار لرفضه. أجلسوني في غرفة مغلقة، وجاء ضابط برتبة عالية قال لي: سيكون لك دور مهم جدا في هذه المهمة، ستذهبين إلى منطقة خطرة وستسلمين نفسك كأسيرة. ارتجف جسدي. أسيرة؟ هل جنوا؟ كنت أظن أنهم يمزحون، لكنهم لم يكونوا كذلك. ثم قال: سيأخذونك كأسيرة، وحينها ستستخدمين أنوثتك، جمالك، كل شيء لديك لتقتربي منهم وتحصلي على المعلومات التي نريدها. في تلك اللحظة لم أعد أشعر بشيء، كأن روحي انفصلت عن جسدي. لم أكن قادرة على تصديق ما أسمعه، لكنني كنت أعلم جيدا أن الرفض ليس خيارا. سألتهم: وهل ستضمنون عودتي؟ قالوا لي: نعم، لكن بشرط، عندما تعودين يجب أن يكون معك المعلومات التي طلبناها. لم يكن لدي سوى خيار واحد: القبول. عندما غادرت الغرفة التي جلست فيها مع الضابط، كنت أشعر أنني أسير نحو المجهول، أو بالأحرى أسير نحو موتي. لم أكن أعلم ماذا سيحدث لي، لكنني كنت واثقة من شيء واحد: لم يعد لي أي خيار. قادوني إلى غرفة صغيرة أخرى، حيث كانت هناك 3 فتيات أخريات، جميعهن يرتدين الزي العسكري، جميعهن بملامح مرهقة، لكنني رأيت في أعينهن شيئا مألوفا. كن يعرفن، كن مثلي، مختارات لهذه المهمة القذرة. لم يتحدث أحد، كنا مجرد بيادق في لعبة أكبر منا. لم يمض وقت طويل حتى جاء ضابط آخر يحمل في يده ملفا، فتحه وبدأ بقراءة الأسماء. وعندما نادى اسمي شعرت أن الدم تجمد في عروقي. اقتادوني خارج القاعدة العسكرية، وضعوني في طائرة عسكرية، وطلبوا مني تغيير ملابسي. كنت أرتدي الزي العسكري، لكنه لم يكن كافيا. أعطوني زيا قديما وممزقا بعض الشيء، كأنهم أرادوا أن يظهروني بصورة أسيرة تعرضت للهجوم. في الطريق لم يتحدث أحد. جلس بجانبي جندي آخر كان يحمل سلاحه، لكنه لم يكن يحاول إخفاء نظرات الشفقة التي كان يلقيها علي بين الحين والآخر. ربما كان يدرك أنني لن أعود أبدا. الطريق كان طويلا، كنا نقترب من غزة، وكان قلبي ينبض بسرعة جنونية. كل شيء كان يسير وفق الخطة، لكنني لم أكن أريد أن أكون جزءا من هذه الخطة. عندما وصلنا إلى نقطة معينة ركبنا سيارة مصفحا، وبعدها توقفت السيارة فجأة. نزل الجندي، فتح الباب، نظر إلي وقال: الآن تبدأ مهمتك. خرجت من السيارة ببطء ونظرت حولي. كنت في منطقة مفتوحة، لكنني كنت قريبة جدا من الهدف. سمعت أصوات انفجارات في الأفق، ورأيت الدخان يتصاعد من بعيد. الوضع كان مشتعلا، لم يكن هناك وقت للتفكير. بدأ إطلاق النار من بعيد، وفجأة شعرت بأيدي قوية تسحبني. لم يكن الأمر تمثيلا بعد الآن، كنت أسيرة بالفعل. صرخت، حاولت التظاهر بالخوف، لكن الحقيقة هي أنني لم أكن بحاجة إلى التظاهر. كنت خائفة بالفعل. تم تقييد يدي بسرعة، وتم نقلي إلى داخل غزة. لم يكن لدي أي فكرة إلى أين يأخذونني، لكنني كنت أعرف أن هذه هي اللحظة التي بدأ فيها الجزء الأصعب من المهمة. عندما وصلنا إلى وجهتنا كنت في مكان مظلم، ربما كان قبوا أو غرفة احتجاز تحت الأرض. كل ما كنت أعرفه هو أنني الآن أسيرة، واللعبة بدأت للتو. عندما وصلت إلى غزة كنت أشعر برعب لا يوصف. لم أكن أعلم ماذا سيحدث لي. كانت كل الأفكار السوداء تتدافع في رأسي. كنت خائفة من أولئك الذين أخذوني، ولم أكن أعلم كيف سيتعاملون معي. كنت أتوقع الأسوأ، كنت مستعدة للأسوأ، لكن في البداية لم يحدث شيء مما كنت أخشاه. تم التحقيق معي بسرعة، كان تحقيقا بسيطا، لم يكن هناك أي عنف أو إساءة.
بعد ذلك وضعوني في غرفة وحدي. كنت أرتجف طوال الوقت، لا أستطيع النوم، لا أستطيع الأكل، كنت أعيش في حالة من التوتر المستمر. في اليومين الأولين لم أكن أملك أي فكرة عن مصيري، لم يكن لدي أي معلومات عن ما سيحدث لي. كنت أنتظر وأنتظر، لكنني لم أكن أعلم ماذا أنتظر. لكن بمرور الوقت بدأت ألاحظ شيئا غريبا. لم يمسسني أحد بأذى، لم يحاول أي منهم الإساءة إلي، كانوا فقط يحتجزونني، لا أكثر ولا أقل. لكن لماذا؟ ما الهدف من ذلك؟ لم أفهم، لم أستطع أن أستوعب. ولكن مع الوقت بدأت أهدأ، وعندما هدأت بدأت أفكر بوضوح. هناك مهمة أرسلت من أجلها، وعلي أن أنفذها حتى لو لم أكن مقتنعة بها. بدأت أخطط لأول خطوة. كان هناك جندي يحرس باب الغرفة التي كنت فيها. لم أتكلم معه في البداية، لكنني كنت أراقبه، كنت أبحث عن أي نقطة ضعف. أحيانا كنت أظهر أجزاء من جسدي عن قصد، كنت أحاول أن أجعله يلاحظني، لكنه لم يفعل. لم يكن ينظر إلي حتى عندما كنت أناديه لطلب الماء، كان يرد علي دون أن يلتفت إلي، وكأنني مجرد شبح. هذا الجندي كان من النوع الصعب، لم يكن من السهل التلاعب به. انتظرت أن يتغير الحارس حتى جاء جندي آخر. كنت أرتدي ملابس مفتوحة قليلا، وعندما رآني قال لي بلهجة صارمة: يا فتاة، غطي نفسك. لم أفهم كل كلماته، لكنه أشار بيده ففهمت ما يقصده. كان غاضبا، وكان واضحا أنه عصبي ولا يمكن التأثير عليه. لكن بعده جاء جندي ثالث، كان مختلفا، كان يتحدث الإنجليزية، وهنا أدركت أنه الشخص المناسب لأبدأ معه خطتي. اقتربت منه مباشرة وبلا مقدمات قلت له: أنا معجبة بك. كنت أقولها ببراءة مصطنعة، كنت أبحث عن أي رد فعل منه، لكنه فقط ضحك. قال لي: هذه ليست أساليبنا، لا تحاولي، هذه ليست مبادئنا. لم أتوقع هذا الرد، لكنه لم يثنني عن المحاولة. في اليوم التالي عندما عاد نظرت إليه وسألته: لماذا لا تريد هذا الشيء معي؟ اعتبرني كافرة، اعتبرني عدوة لك، واستغل جسدي كما تشاء. هنا توقف، لم يضحك هذه المرة، بل جلس أمامي وقال لي شيئا لم أتوقعه، شيئا جعلني أشعر بأنني عارية، لا بسبب ملابسي بل بسبب حقيقتي التي كشفها لي. قال لي بصوت هادئ: هؤلاء الذين أرسلوك ما يعتبرونك رخيصة، لقد ضحوا بك بدم بارد ولم يضمنوا لك العودة. أنت لا تعنين لهم شيئا، سواء مت هنا أو عدت إليهم لن يهتموا، فلماذا تضحين بكل شيء لديك من أجلهم؟ أنا أعطيك نصيحة، هذه الأساليب لن تنفع معنا أبدا، لا تحاولي، لكن الأهم لا ترخصي نفسك أمام الذين أرسلوك وضحوا بك، كوني واعية. عندما سمعت كلماته شعرت وكأنني تلقيت صفعة قوية. لم أكن أعرف ماذا أقول. لأول مرة بدأ الشك يتسلل إلى داخلي. هل كنت مجرد أداة؟ هل كنت أعيش كذبة؟ في تلك الليلة لم أستطع النوم، كنت أفكر في كل شيء. تذكرت كيف تم إرسالي، كيف أقنعوني أنني سأكون بطلة، كيف وعدوني بأنني سأعود. لكن ماذا لو كان كلام الجندي صحيحا؟ ماذا لو كنت مجرد تضحية، مجرد رقم في لعبة قذرة؟ مرت الأيام ولم أحاول بعد ذلك تنفيذ خطتي، لم أعد أجد لها معنى. كنت أراقب الجنود الذين يحرسونني، لم يكونوا كما كنت أتصور، لم يكونوا وحوشا، لم يحاولوا أذيتي، كانوا فقط يقومون بواجبهم. كانت لحظات صادمة بالنسبة لي، لأنني كنت أعتقد طوال حياتي أننا نواجه أناسا بلا مشاعر، بلا إنسانية. لكن الحقيقة التي رأيتها بعيني كانت مختلفة تماما. بعد أسابيع بدأت الأخبار تصل إلينا. كان هناك حديث عن صفقات تبادل أسرة. كنت أسمع الحراس يتحدثون فيما بينهم، لكنني لم أكن متأكدة مما سيحدث لي. هل سيتم إطلاق سراحي؟ هل ما زال أحد هناك يهتم بعودتي؟ وفي أحد الأيام جاء أحد الحراس وقال لي: استعدي، سيتم نقلك غدا. لم أفهم في البداية، لكن سرعان ما أدركت أن هذا يعني شيئا واحدا: سأخرج، سأعود. تملكني شعور غريب، لم أشعر بالفرح بل شعرت بالخوف، الخوف من العودة، من مواجهة الحقيقة، من رؤية وجوههم هناك. هل سينظرون إلي كخائنة؟ أم سيعاملونني كضحية؟ هل سأكون البطلة التي وعدوني بها؟ أم سأكون مجرد ذكرى لن يلتفت إليها أحد؟ في صباح اليوم التالي تم نقلي مع أسرى آخرين. كنت أرتدي ملابس قديمة، شعري كان متسخا ووجهي شاحبا. لم أكن أشبه نفسي، لكن هذا لم يكن يهمني. كان ذهني مشغولا بشيء واحد فقط: ماذا ينتظرني هناك؟ عندما عبرت الحدود وعدت لم أشعر بأي راحة، لم أشعر بالأمان. رأيت ضباط يقفون هناك، وجوههم جامدة، لا مشاعر فيها. لم يكن هناك احتضان، لم يكن هناك فرح، فقط إجراءات، فقط أسئلة، وكأنني كنت مجرد ملف يجب إغلاقه. بعد ساعات من التحقيقات والاستجواب أدركت الحقيقة القاسية. لم يكن أحد يهتم بما عشته، لم يسألني أحد كيف كنت هناك، لم يسألني أحد كيف كنت أشعر. كل ما كانوا يريدونه هو المعلومات. هل حصلت على المعلومات التي طلبوها مني؟
وعندما أخبرتهم أنني لم أفعل، عندما قلت لهم أنني لم أستطع تنفيذ الخطة، رأيت النظرات تتغير. رأيت كيف أصبحوا ينظرون إلي كما لو أنني أصبحت عبئاً، كما لو أنني لم أعد ذات قيمة. عندها فقط فهمت كل شيء. فهمت أنني لم أكن سوى وسيلة، لم أكن سوى لعبة تم استخدامها ثم التخلص منها. حتى وأنا بين قومي شعرت أنني غريبة، شعرت أنني أسيرة، لكن هذه المرة لم يكن هناك زنزانة، بل جدران غير مرئية من الخداع والتضحية الباردة. اليوم عندما أنظر إلى ما حدث لا أعرف من ألوم. ألوم نفسي لأني صدقتهم، أم ألومهم لأنهم باعوني، أم ألوم الحقيقة القاسية التي اكتشفتها متأخرة؟